تواصل سفن أسطول الصمود إبحارها في البحر المتوسط نحو قطاع غزة في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاماً. ورغم محاولات الاعتراض التي بدأت مساء أمس من قبل القوات البحرية الإسرائيلية، لا تزال بعض السفن تظهر على أجهزة التتبع في حالة إبحار نشطة حتى صباح اليوم. تشير المعطيات الميدانية إلى أن عدد السفن المشاركة في الأسطول يبلغ قرابة 20 سفينة انطلقت من موانئ مختلفة باتجاه غزة، وقد اقتربت بعض هذه السفن إلى مسافة 30 ميلا بحريا من شواطئ القطاع، وهو ما يعد تقدما لافتا مقارنة بالمحاولات السابقة. عمليات الاعتراض بدأت عندما كانت السفن على مسافة تقارب 74 ميلا بحريا من غزة، إلا أن بعض القوارب تمكنت من مواصلة التقدم نحو 40 ميلا فقط من القطاع، وهي المسافة الأقرب التي تصل إليها إحدى سفن الأسطول منذ انطلاقه. وقد أظهرت تسجيلات مصورة لحظة اقتحام القوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح لإحدى السفن، حيث جرى توقيف المشاركين بالقوة وإزالة الكاميرات التي كانت توثق المشهد. رغم ذلك، لا تزال مشاهد بث مباشر تظهر بوضوح وجود سفن أخرى تواصل الإبحار منفردة بعد أن انفصلت عن القافلة الرئيسة في محاولة للوصول إلى غزة بطرق فردية وبأقصى ما تسمح به الظروف. ويؤكد المنظمون أن هذه الخطوة تعكس إصرار المشاركين الذين جاءوا من دول عربية وغربية عدة على المضي قدما رغم المخاطر المحدقة بهم. وتعد هذه المحاولة جزءاً من سلسلة مبادرات دولية وشعبية هدفت خلال السنوات الماضية إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة، والذي يحرم سكان القطاع من أبسط مقومات الحياة ويقيد حركتهم نحو العالم الخارجي. ورغم أن معظم تلك المحاولات انتهت بالاعتراض أو المنع، فإنها تسلط الضوء باستمرار على معاناة الغزيين وتشكل ضغطاً سياسياً وإعلامياً على الاحتلال الإسرائيلي. في الوقت الذي تتابع فيه أنظار العالم هذه التطورات لحظة بلحظة، يبقى مصير أسطول الصمود معلقا بين احتمال بلوغ شواطئ غزة في سابقة النوعية أو التعرض لعمليات اعتراض جديدة من قبل القوات الإسرائيلية، في مشهد يعكس استمرار الصراع بين إرادة التضامن الإنساني وحصار عسكري مشدد.